كتيبة الإسناد في المبادرات في الأيام القادمة إن شاء الله رحلات العودة. مظهر حقيقي يشرف الشعب السوداني ويشرف القوات المسلحة. وإحنا يعني آه، ما أعرف المصطلح هيكون شكله كيف. الفكرة بتاعتي كانت في كل المسألة بتاعت دور الإيواء، ويعني مقرات إيواء النازحين في السودان. صراحة التصور حقها ليها، يعني تصوري للحاجة دي كان إنه إحنا يعني نعمل على وفادة ورعاية ضيوف الرحمن. أنا بفتكر إنه الشعب السوداني ده من أحق الشعوب إنهم يكونوا والله يعني يعني خدام في مقدسات وبيوت الله عز وجل. كان في مكة، كان في المدينة، والله احنا كنا، والله كنا، لا 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 لا. يجينا ضيف في مكة وندفع قروش، والله فنادق مجان والأكل مجان والعمرة دي السنة كلها فاتحة. ولكن جاتنا الفرصة إن شاء الله، فإحنا بنعاين للمسألة دي يعني في وفادة ورعاية النازحين، بنعاينهم إنهم والله هم ضيوف الرحمن. والناس المرقت أخرجوا من ديارهم مستضعفين وما طلعوا برا السودان وما فتشوا يطلعوا وسيلة يطلعوا برا السودان. صمدوا في المدارس وتحت الشجر وفي الهناكر في كل الظروف والطقوس الطقس المر على السودان. ده كله عشان يثبتوا البلد دي ويكونوا قريبين من قواتنا المسلحة. إذا جيش يحتاج أكل، إذا جيش يحتاج دم، إذا جيش يحتاج أولادهم وبناتهم المستنفرين. إحنا بنحيي الشعب السوداني الثبت في المعركة، وكان له الضلع الأساسي في انتصار الشعوب الحرة. التجربة دي ما حقت القوات المسلحة عشان التاريخ يتكلم عنها، بس التجربة دي والمعجزة دي حقت الشعب السوداني. فإحنا إن شاء الله يعني دعم من القوات المسلحة وسند من الحكومة ووقفة من رجال الأعمال والشعب السوداني لأبنائهم. إحنا إن شاء الله رحلات العودة حتكون في شهر رمضان، كل رمضان ده، بس إحنا الناس الجوا عشان تستقر في بيوتها. من البشرات الليلة الكهرباء في مدني ايام الجايه احنا ان شاء الله هيكون مركزين على المناطق اللي رجعوا لها المواطنين في المسائل الخدميه، زي الكهرباء والمويه. تحديدا مدني الناس بتشكي يعني، ولكن الحمد لله انه الناس رجعت بيوتها وامنه ولله الحمد والمنه. يبقى مساله الخدمات. اللجنه اللي كونها القائد الاعلى للقوات المسلحه الفريق البرهان هي شامله وزاره الدفاع، وزاره الصحه، الشرطه العامه، وان شاء الله بيظهر شغلها في الايام القادمه. وهي مكلفه في كل المدن والولايات اللي اصبحت امنه والناس راجعين. احنا قلنا البرهان ما قال لي زول ارجع، لكن البرهان حيوفر لك السبل بتاعت العوده الامنه. اول حاجه لانه فيها وزاره الدفاع والشرطه والنيابه العامه، فيها وزاره الصحه حترجع المستشفيات. المستشفيات شغاله الان وقطع الشوط كبير جدا ولله الحمد والمنه. الكهرباء والمويه احنا دول بنعتبرهم جيشنا الازرق، رمزيه البالطو الازرق في الكهرباء والمويه ديل احنا جيشنا الازرق، وساندينهم ومعاهم ان شاء الله. واي حاجه بتواجههم احنا حنذللها، ومن بكره حنشوف الحاجه دي. الناس صامت رمضان في تحت الشجر، وصامت رمضان في مدارس، وصامت رمضان في خيم. رمضان ده حيكون ان شاء الله معززين مكرمين، رجعوا بيوتهم في حتات كثيره. احنا بنتكلم عن احصائيات تكلم بها الحارس في الامم المتحده، بيتكلم عن عوده 2 مليون مواطن لبيوتهم. احنا بنتكلم عن ارقام رسميه دي، وفي ارقام غير رسميه ممكن تصل 4 مليون واكثر كمان. الناس كلها حترجع باذن الله تحرس بلدها. احنا ما قلنا لزول ارجع في ظروف زي دي. حتلقى بيتك امن، حتلقى بيتك ما مكسر، حتلقى البغالة شغالة، الفرن شغال. احنا قلنا حنرجع نحرس البلد، حنرجع نعمر البلد. تحية برضو لاخواننا في القاهرة، الناس الواقفة كلها في عودة المواطنين الى بلدهم وبيوتهم. دي رسالة كبيرة وحنوجه عليها وتركيز اعلامي برضو. الناس اللي بتتكلم عن انه السودان يمر بمرحلة الجوع والناس، لا لا لا، الناس راجعة حارسة بلدها اول حاجة، وراجعة تقيف صف واحد مع القوات المسلحة بإذن الله. ده هدفنا والحاجة المستهدفينها.
كثير أنا في واحدة من الحياة اللي داير أشارككم فيها يعني. دائما أنا بحس إنه في فرق بين العسكري والمدني، والحاجة دي ما كنت مستوعبة صراحة يعني. المدني بيفتكر إنه هو مجتمعيا أغيم من العسكري، والعسكري بيفتكر إنه هو مدني وعسكري متفوق على المدني العادي. احنا عندنا اشكاليه في الحته دي يعني. معركه الكرامه وحدت الناس، خلتنا صف واحد وما فرقتنا رتب في الجيش، وجيش واحد شعب واحد، وتحول لشعار مختصر كلنا جيش. ولكن انا في مواقف كثيره كنت بعاين يعني الفرق شنو بين المدني والعسكري، كنت بتساءل صراحه. واهميه شنو انه الزول يخش كليه حربيه او معسكر، والمساله دي في النهايه بتخرجك زول شكله شنو يعني. واحده من الحاجات اللي ثبتت السودان يعني وجود القوات المسلحه السودانيه دي. في لو كان احيل الامر لاي مؤسسه تانية البلد دي ما كان ثبتت. انا بقول الكلام ده شهاده لله يعني، وحاجات بسيطة حتوريك الموضوع ده يعني. يقول يعني الفرق بين المدني والعسكري شنو؟ نختصر السؤال ده. الفرق بين المدني والعسكري شنو؟ الكاكي. احنا لبسنا كاكي في معركة الكرامة، كنا مستنفرين وكنا مواطنين، انضمينا لقوات عسكرية. الفرق بين المواطن والعسكري ما الكاكي ولا شيلة السلاح، عارف، هي الضبط والربط. كلمتين ديل كنا بنسمعهم في المعسكرات الإلزامية، بتسمعهم في أحاج القوات المسلحة، بتسمعهم في هزار أخوك الضابط معاك يقول لك أنت ما عندك ضبط وربط. ظهر الضبط والربط هنا، يعني أي خطأ ينسب للقوات المسلحة الزول اللي عمله خلفيته مدني. أي خطأ ارتكب في معركة الكرامة دفع ثمنه الجيش، وراه عسكري خلفيته مدني. شوف انا بحفظ للناس حقوقها. التسع شهور ما كفايه، كانت الست شهور ما كفايه، لبس الكاكي برضو تمثيل القوات المسلحه ما كفايه. حقيقه الضبط والربط بيظهر في القوات المسلحه، يعني في مواقف كثيره مفروض تتصرف كبني ادم عادي. القوات المسلحه دي فيها ضبط وربط، هو المرق البلد دي من ازمتها، وبيختصروها القوات المسلحه في كلمه فك اللجام. خلينا نتعامل بدون ضبط وربط. برضو القادة كانوا بيردوا بيقولوا اللجام مفكوك، لكن ما في أي كسر لقاعدة الضبط والربط. تضبط نفسك وتربط نفسك وتندرج تحت الصف. دي واحدة من الحاجات المرقت القوات المسلحة ومرقت الشعب السوداني من اتهامات، مرقتها من فتن، مرقتها من تفلتات، مرقتها من لحظات غضب يعني وبدون تفسير. الناس ما فاهمة حاجة، والجيش نفسه ذاته ما فاهم حاجة. لكن ظهر الضبط والربط العسكري السوداني حقيقة في أحلك المواقف، والناس بتتهزى، والناس بتشوف بيوتها بتتفقد وأعراض بتنتهك. احنا في المعركة بنحفظ القوات المسلحة انه اول زول دفع ثمن المعركة دي أسرهم، واول زول دفع ثمن المعركة يعني ما حقول التهميش، لكن احنا كنا بنفتش في انه والله نمرق اهلنا المدنيين مصر السعوديه. القوات المسلحه ما كان في اتصال بين الاسره اصلا والضابط والعسكري، كان في معسكر المدرعات او في بابانوس او في الفاجر او في المشتركه او في الفرقه الاولى، ما كان في اتصال اصلا. ناس دي محاصره. احنا بنتكلم عن العيلفون، انتم ما عارفين ثبات معسكر العيلفون وعدد الناس اللي كانوا جوا بس المعسكر، وبينه وبين الكدرو او سلاح الاسلحه او شادول مسافه قريبه، لكن ما كان في اتصال. يعني ده كل زول كان معزول، رغم ده ثبات عجيب يعني. هم فتحت مدارس صراحه وجامعات، هم عندهم اولاد وعندهم اسر وعندهم حتى اخواتهم شغالات، نسوانهم شغالين، امهاتهم فيهم امهات شغالات،
واللي عندها استثمار خاص، واللي عندها كانت موظفة في مؤسسات الدولة، دول كلهم دفعوا ثمن يعني. والثمن الأكبر إنه العسكري ده المفروض يرجع البلد دي، يعني برضه ده واجبه. هنا بيظهر الضبط والربط صراحة، وبتظهر الكلية الحربية السودانية دي. قال له ما كلية، دي مصنع للرجال الحربية. أنا داير لما تقول أنا معتز بإنه أنا سوداني، ومسألة الاعتزاز تكون في يدك حاجات تقدر ترد بيها، تشرح بيها، تحس بفخر واعتزاز إنك تنتمي لهذه الأمة وهذا الشعب وهذه القوات المسلحة وهذه القيادة. بشوف المواقف اللي بتحصل، رد فعل المدني اللابس كاكي، واستدعت ظروف المعركة انه يلبس كاكي ويكون مستنفر او يكون مقاتل يعني. ظهرت لنا هنا تصرفات كثيرة حساباتها ما بتكون يعني. الضابط والعسكري السوداني في الشرطة وفي الجيش وجهاز الأمن لما نيجي يتصرف تصرف بيتذكر انه وراه دفعة، وراه جيش، وراه قيادة. التصرف البسيط ده، اي تصرف انت ممكن تتصرفه يوثق يتصور، انت بتجيب للسودان ده حظر، بتجيب للقيادة حظر، بتجيب ل يعني الانتباه والمراعاة في احلك الظروف دي. وهم الجيش السوداني ده جيش قومي، يعني ما معناها حاصرهم درمان الزول اهله في امان في حته تانية. لا، الدعم السريع ده حاصر السودان كله، حاصر الفرق، انتهك، اعترض. ناس دي ثابته وقاعده ومرتكزه وصامده. انا واحده من التخوفات اللي كنت بحس بيها لما يعني تم انفتاح سلاح المهندسين. اكتر ناس عانوا واكتر ناس يعني كانوا في حصار حقيقي، لا وقود، لا ذخيرة، لا أكل، لا شراب، لا علاج. وجنبهم السلاح الطبي كان جنبهم كرري، ده كله ما قادرين يصلوه. قلت والله يا أخي الباب بتاع السلاح المهندسين إذا اتفتح، العساكر ديل والضباط حيطلعوا تاني ما حيرجعوا. فكنت رافع فيديو من الفتيحات، عساكر في ناس ضباط 10 شهور ما شافوا الشارع بالهدوم الخشوا بيها يوم 15/4، واقفين دنيا مغارب كده بعد ما تم انفتاح تكساس. واخواننا في القوات المساندة غسان عبد الماجد واخوانه بيشتروا في اللحمة. قروش مرقوها دي كانت خدتنا للفطور بتاعت 15/4. اي واحد جايب شيرين معاه بس حق الفطور والغدا، مرقوها بعد سنة. قالوا كم لبثنا، لقوا العملة ذاتها اتغيرت. فشالوا حاجاتهم. العسكري لما تلقاه ضابط او عسكري مكفكف القميص لنص الكم كده، مفتح 3 زراير، والتيشيرت بتاعه الابيض جوا الفنية الداخلية ظاهرة، مكفكف بنطلونه وماشي. وهو ده طبعا بيشيلوك الهم بتاع رمضان. انا زمان في السودان يعني لما السودان مكتمل وكده، اكتر حاجة كانت بتوترني وقت الفطور. ما بتكون حايم كده بتلقى العساكر في الكشك والقسم والكراكون بتاع القيادة قبل المغارب شايل له صحن فضي كده وجردل بتاع بلاستيك احمر. خلاص بتعرف انه المغرب، وهو بيشيل الكلام ده الساعة 2:30 ظهر. يعني يوترك. تكون راكب الحافلة جاية من الجامعة كده، تلقى زول خلاص وشه مبلل مويه كده ماشي. هو ده ما مارك، كان في انقلاب، كان في حرب، كان في ثورة. هو من الحتة دي ما مارك. مين تشوفه لابس كده ومنظره كده تعرف انه زول من الحتة دي ما مارك الا يموت، والله العظيم. فدي الهيئة العامة بتاعت النفسية حقت لكن موضوع يا سعادتك يا برهان، الموضوع ده تراجع السنة دي في رمضان يعني. نازل تلقى الواحد شايل الصحن اللي لونه فضي ذاك الكبير ذاك مطفق ذاك، وشايل الجردل البرتغالي كده ماشي يجيب مويه رمضان، المويات. يقول لك الساعه 2 ظهر يا حبيب، الساعه 2 ظهر يا اخي. لا ما المويات يا اخي من بدري نجهز. ما ادري شنو يا اخي الساعه 2. تقعدين الشغل ده ولا شنو؟ ف يعني احساس عجيب. ثبتت القوات المسلحه في الظروف دي
وكان ده المظهر رجعوا قياداتهم ورجعوا فرقهم، وما في زول السرب وما في زول رجع. شفنا في تحرير القيادة العامة، يعني كنا بنسمع فيديوهات عن المحاصرين في القيادة العامة ونشوف المصابين. يعني تحية للسيد العميد أسامة وأخوانه في القيادة العامة، ناس مصابين يعني يده مكسورة، اللي عنده رايش، ما طلعوا ما عملوا إخلاء. احنا قلنا البوابة بتاعت القيادة دي تفتح، رئيس هيئة الأركان ده بيسوق ناسه ديل وبيطلع. والله العظيم أنا قلت كده يعني، معلش يا أخوان. اجي القى القياده العامه منفتحه شغالين في بري ابحشيش، بري الدرايسه. الليله احنا دخلنا امتداد ناصر طبعا، برضو من حي سكان امتداد ناصر الصامدين الثابتين، وماشيين في شارع بيت ختيم وداخلين على الرياض والطائف. احنا بنقول للناس بشريات ان شاء الله. يعني الجيش، حتى انا كنت صراحه موضوع امتداد ناصر وبري لانها محيطه بالقياده العامه، انا قلت الدعامه مرقوا منها خلوا فيها الغام، والموضوع ده داير له 6 شهور. قنعان الجيش بيحررها هاي، لكن انه يصوروا لنا فيديوهات ويعلنوا لنا بري وامتداد ناصر صراحه ما كذب عليكم. انا قلت الشغله دي بتاخذ لها فتره لانه دي محيط القياده. فالدعامه طبعا ناس انتقاميين استهداف للمدنيين، معاهم القحاته ومعاهم ناس تقدم، ربنا يلعنهم دنيا واخره. لكن سبحان الله اللي تفاجأنا انه العمليات والانفتاح ديل اخوانكم في القياده العامه، ضباط وضباط صف وجنود. قلنا يا اخي والله ديل يلقوا فرقه في القياده، وهم عدد ما كبير، صمدوا وثبتوا يعني في معارك ممكن تصل 200 معركه راس عديل، ابان 300 تاتشر وابان 600 تاتشر ديلك. فانفتحوا وصلوا لحد بري، وما اعلنوا بري. الناس ما ماشي كلامنا، الجيش ما اعلن بري، لكن انت عشان انا وانت نكون عارفين الجيش قاعد في بري ان شاء الله، ومواطن بري اللي كان محاصر والمواطنين بتاعين بري. بري اهلها طبعا حنينين، يعني اكتر ناس قاعدين في قريبين، بس يقول لهم بري دي فتحت. اغلب الناس الساكنين بري طلعوا منها بينهم وبين بري كوبري، يا اما كوبري كوبر بيصلوا، يا اما كوبري المنشيه، يا اما كوبري سوبا. ديل ما بيمشوا بعيد، ما بيقدروا لا يستطيعوا. اللي اتولد وعاش في بري ما بيقدر بحيث انه هو اول حاجه مسؤول من الخرطوم، مسؤول من السودان، مسؤول من العالم، مواطن بري. فاحنا بنقول لهم ان شاء الله في الساعات القادمه، احنا بنقول في الساعات القادمه حنسمع تحرير كبير جدا في بري، ومش اهل بري وبس، في شريحه من الشعب السوداني ارتباطه بالارض وبالنيل وبالتاريخ كبير جدا، هم سكان الجروف. اي زول سكن جنب النيل ده، النيل بتاعنا ده بيكون ارتباطه بارضه وبالنيل متوارث، وده تاريخه دي ارضه، وما ما 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 بيتهاون فيها. واغلبهم هم مقاتلين، واغلبهم هم الان كان في الجريف، كان في توتي، كان في بري، كان في شمبات، كان في ابو حمد، كان في كل زول بيقاتلوا قتال بتاع انه والله احنا حراس الارض، وهم فعلا حراس الارض وصناع التغيير والثورات. الحاجه دي احنا بنقول ان شاء الله في الساعات القادمه بتسمعوا بشرات كبيره جدا، دعوات كل اخوانكم في الميدان، في بري، في امتداد ناصر. بنقول للدعم السريع المتحصن في الطائف، واحده من الجيوب حقت الدعم السريع في الطائف، في المعموره، في الرياض، في اركويت، ما فيكم زول حيمرق حي. الكلام ده في الساعات الجايه دي، في الساعات الجايه دي باذن واحد احد، المشيئه لله عز وجل والتيسير والتسهيل من الله عز وجل. حتمرق من المناطق دي. حتمشي وين؟ يعني فكرتك حتمشي وين؟ حتمشي على الجبل الكلاكله. احنا بنقول ناس الكلاكله برضو بيتعرضوا في الايام اللي فاتت دي لنوع من الانتهاكات من الميليشيا دي، الما سرق وما نهب دار يعوض في الكلاكله، لكن بنقول لهم ما بتمرق حي. وفي انفتاحات كبيره حتكون من المدرعات ان شاء الله، وحتربط مع جيش النيل الابيض في جبل اوليه. جبل اوليه برضو ساعات. الجبل ده احنا جبل البركان يا صاحبي، والله ده حيوريكم كتاب، اقسم بالله العظيم شغل عجيب. الجيش
خطواته سريعة جدا، ترتيباته سريعة جدا. ترتيبه حتى لتشغيل المطارات والقواعد العسكرية الجوية. ممكن اي زول، انت عندك زول ضابط او عسكري بوريك انه احنا قاعدة النجومي، جبل اوليا، دي في يدنا باذن الله، وحتشتغل طوالي، وحتبدا تكون نقاط اسهام مع اخوانهم في كادوغلي، في الدلنج، في الابيض. دي كلها للتحرك الاتجاه، احنا متجهين الى غرب السودان، الى دارفور. الناس تفهم الحاجة دي. الليلة برضو شفنا اخونا طه من تلفزيون السودان في فيديو في كوبري سوبا. احنا استلمنا كوبري سوبا من الاتجاهين. برضو يا حاجة تدينا زغروطة، يعني زغروطة كده محترمة. تحية لأخواننا في العمل الخاص حلفة ونهر عطبرة، مع أخوانه في كتائب درع السودان. أنجزوا لنا إنجازات كبيرة جدا في سوبا الشرق، في شرق النيل. استلمنا الكوبري ده باتجاهين، الناس عارفة الحاجة دي، بس بنأكد يعني تقدر تطلع الكوبري يمين وشمال، تمشي وتجي راجع، ما عندنا مشكلة. بنستعيد في ثبات أهالي سوبا الشرق في جمعة الغضب والاستنفار. كانوا من أول الناس الثبتوا، وكانوا من أول الناس الظهروا. شفناهم بالليل يعني بواجهوا في الميليشيا في فيديوهات عديدة. دخول الميليشيا كانوا في مجموعات متناوبة يحرسوا أهلهم. وشفناهم في معركة الكوبري، مواطنين لابسين جلاليب، شايلين أسلحة نصف آلية، اللي عنده بندقية الصيد. الدوشكات اللي أخدوها من التاتشيرات اللي كان ضربت طيران، فكوها ركبوها في بكاسي حقت الدعم السريع ذاته، وبنفس ذخيرتها شالوها. كانت المعارك الأولى للشعب السوداني ضد التمرد، وضد ميليشيات خالد السلك وعبد الله حمدوك وتقدم. احنا شفنا ثبات، وشفنا يعني تاريخ ممزوج بين ثبات الشعب السوداني وصناعة الأمة وحراسة القوات المسلحة في مواقع عديدة. احنا من هنا بنقول لهم انتوا التاريخ، وانتوا الركيزة والثبات والأساس. ان شاء الله تستعيدوا دياركم، وان شاء الله تستعاد سوبا شرق وسوبا غرب. احنا بنقول انه الجيوش المتحركة الآن، والناس بتستبشر خير في انه تسمع اعلان القصر الجمهوري، بتسمع اعلان توتي، بتسمع اعلان جبل اوليا، بتسمع دخول متحركات الصياد الى نيالا. احنا بنقول خير، وبنقول للناس ابشروا خير، حتسمعوا الاكبر منها باذن الله. التغييرات والتعديلات في والاسناد اللي حيحصل في الفاشر ان شاء الله. دي بتوريك انه الجيش نظرته قدامه، هو عارف نفسه بيعمل في شنو. تقدم في محاور متعددة، في غرب كردفان وفي شمال كردفان. مناطق انتوا بتكونوا قنعانين منها، وبتقول انها الميليشيا هي دي فيها مناطق فيها حواضن او مجموعات قبلية مساندة للميليشيا. احنا من الليل عندنا قاعدة الناس تفهمها، يعني لانه ربنا سبحانه وتعالى غلب امرنا كجيش وكشعب، وانتصرنا في المعركة دي، والغلبة للشعب السوداني والله الحمد والمنة، والغلبة لله من الأول والآخر. يعني احنا معركتنا دي ما اسمها معركة إبادة الجنجويد، ما عندنا المصطلح ده، احنا ما بنستخدمه. احنا اسمها معركة تطهير السودان. يعني المرحلة الجاية هي تحولت من معركة إبادة، معركة مقاومة، معركة دفاع، معركة كرامة، إلى معركة تطهير. المرحلة الجاية دي اسمها تطهير السودان. الحاجة دي شاملة، ولم نتكلم عن إبادة الجنجويد أو حلفاء الجنجويد، لا، تطهير السودان من كل دنس. حنمسك حتة حتة احنا، وبنسمع حسي عن العمل الخاص، الخلية، هي وحدة عسكرية في كل الولايات. شغلنا الآن بقوا ماشيين شارع. ده تطور وتقدم كويس، وشفنا الحاجة دي البداية يعني في مدني، وبنبشر أهل المدني والجزيرة خير إن شاء الله. اخوانكم في الخلية شغالين كويس، اخوانكم في الاجهزة الامنية شغالين كويس. الان رتبوا اداريا وضعهم، ترتبت اوضاع كثيرة، بتظهر الشغل بتاعهم في الايام القادمة ان شاء الله، وفي كل الولايات. فاحنا معركتنا اسمها معركة تطهير السودان.
ودي اشمل و يعني اكبر واحوى ل... ل... للحاجه اللي احنا هنعملها. ما عندنا استهداف قبلي، الخط ده ما في ذا يمشي فيه. احنا من هنا بنحيي الزعيم موسى هلال. موسى هلال امبارح رسل رساله من داخل دارفور، واهميه الرساله وحجمها. في موضوع موسى هلال، يعني الناس عندها جنوح لاتجاهات مختلفة في موضوع موسى هلال وانحياز الجيش والقيادة، او انه والله يا اخي البرهان وقف مع موسى، البرهان ما وقف مع الزعيم الفلاني، البرهان الجيش ما وقف الجيش. احنا بنقول كلام واضح، السودان ده فيه مكونات قبلية ما بتقدر انت تلغي وجودها. اول حاجة، ما عشان الغلبة للجيش او الانتصار لنا كشعب احنا والله يا اخي نستهدف مجموعة بحجة انه عندهم اتصال قبلي او اجتماعي او نسب او واحد منهم في الميليشيا، واحنا عارفين وانتوا فاهمين احنا بنتكلم عن شنو. ده ما بيلغي دور اي زول. واحد. اتنين، القيادة هي بتحكم السودان بالموافق وبالمعارض وبالمختلف بالمتفق. في ناس قاعدة في بيوتها في الخرطوم دي عندها راي في الجيش وعندها راي في البرهان لليلة دي، وما ميليشيا وما داعم للدعم السريع. وحس دي احنا نجيب له المصحف ده نقول له الجيش انتصر والجيش حقق انتصار، بيقول لك انا ما داري الجيش بتاعكم ده من حقه ولا ما من حقه. يا اخواننا بنحاسب زول في اتجاهه السياسي او في رغبته او نفرض عليه حاجه. في ناس قاعده كده يقول لك يا اخي بيطبلوا للبرهان ده عمل شنو؟ ما عمل حاجه، خلاص ما عمل حاجه نغصبه يعني ندخل له الافكار دي والانجازات دي في دريب يعني. ما دار البرهان تفرضوا عليه بالرجاله تحاربوا تقتلوا. قومية مجلس السيادة، قومية القوات المسلحة، قومية منصب رئيس الجمهورية، قومية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحتم عليه بابه ده يفتحوا للمعاه والما معاه. واحد. اتنين، انت هو زول ضابط في الجيش، يعني في تقارير بتجيو من شخصيات انها بتتصرف يمين وشمال وانها في بيوتها بتأوي متمردين، لكن زعامات تاريخية، زعامات قبلية، زعامات ادارات اهلية باب القصر ده يتفتح لهم. اصلا احنا ما جينا نبيد زول، الناس لازم تستوعب الحاجه دي. الرساله من الحاضنه الاجتماعيه اللي كان معول عليها حميدتي، والحاضنه الاجتماعيه اللي كان معول عليها عبد الرحيم، والحاضنه الاجتماعيه اللي كانوا معولين على الادارات الاهليه في دارفور، ومشت على ضوءها نيروبي، وقدر موسى هلال اسحابها منهم. رايه انه هو داعم للقوات المسلحه، ورايه انه السودان يكون موحد، ورايه انه دارفور تظل جزء من الارض السودانيه. دعم رايه ده بكلاش، كان واقف في نص ابنائه، في نص الزعامات والادارات الاهليه الشايله كلاش، وقال كلامه ده ورسل رسائل يتحدى بيها كينيا، وتحدى بيها دوله الشر، وتحدى بيها نيروبي، وتحدى بيها موسفيني، وتحدى بيها حمدوك، وتحدى بيها قوائم المحسوبين على موسى هلال نفسه، وتحدى بيها بيوته وبطون القبائل. وقال يا اخواننا احنا جيش، ودارفور دي السودان، ولا حنسمح بتدخل اجنبي ولا حنسمح بتدخل. الكلام ده ما واضح. الرساله دي بتوري انه احنا كلنا دارفور، وانه احنا حنتصدى للمؤامره دي من داخل دارفور. ودي واحده من اكبر الضربات اللي تعرضت لها الميليشيا، وتعرضت لها حواضنه، وتعرضت لها ادارات الاهليه في قوميه مشروع السودان. احنا بنتكلم عن قوميه الشعب السوداني الان. الجيش ده ما مر باختباره ونجح فيه. قوميه القوات المسلحه انتهينا منها. احنا بنتكلم عن قوميه اهدافنا ذاتها، منو اللي حرسها، منو اللي يتكلم بلساننا. الادارات الاهليه الباقيه في دارفور، احنا شفنا المواكب طلعت في الفاشر تنادي بوحده السودان وتصدى لمؤامره تقدم والدعم السريع واعلان وانشاء دوله في دارفور، رغم الحصار على الفاشر، ورغم الهجوم على الفاشر، ورغم استهداف الفاشر. خرجت مجموعات من المواطنين بتعبر عن رساله يمكن خارجيا ما اهتموا بها، لكن دي رساله كانت مهمه جدا من داخل الفاشر، واحنا دارين نكرروها الجمعه دي ان شاء الله. دارين كل الادارات الاهليه في الفاشر وخارج الفاشر، ممثلين لكل القبائل في السودان، لازم تمرقوا تحديدا في دارفور
والرسالة دي بدت من الفاشر واستمرت ومشت لحد ما وصلت موسى هلال واخوانه والادارات الاهلية طلعوا ورسلوا نفس الرسائل دي. ودي كانت واحدة من اكبر الضربات لحكومة فصل السودان، حكومة الانفصاليين، حكومة العملاء، حكومة العنصريين، حكومة اللي بيدعوا النخبة الجديدة، ناس وليد ماديبو والخونة المعو. الرسالة جاتهم من داخل دارفور، محروس الرسالة دي والقرار ده بأرواح الأبطال ديل وبسلاحهم. هم عارفين حجم التحدي اللي حيخشوا فيه، هم بيصدوا لمؤامرات ليبيا وحفتر، وهم معزولين الآن. حتى الآن احنا قواتنا المسلحة ما دخلت الفاشر ولا الجنينة ولا الضعين، احنا للآن اسناد وامداد في الأرض لحد الساعة دي ما وصلنا أو أعلنا عن الحاجة دي. ممكن نكون أكثر دقة يعني، ما أعلنا، لكن دي رسالة كان لها أثر كبير جدا، وحتشوفوا الأثر في الأيام القادمة، وحتشوفوا التخبط بتاع الإدارات الأهلية والحكومة المزعومة بتاعت التعايشي. حيسألونا الخواجات انتوا دارين تحكموا منه؟ حيقول لنا دار نحكم المواطن في دارفور في مناطق سيطرة الميليشيا ومناطق الحواضن الاجتماعية. حيقول لنا طيب والزعيم موسى هلال ما طلع ومعاه آلاف مجيشة شايلين أكفان ومدرعين كلاشات، انتوا رايكم شنو؟ طيب دي مناطق سيطرة الميليشيا اللي بتدعي انها حتقيم فيها دولة. الان ظهرت لها كل الاتجاهات السياسية والقبلية ترفض وجودهم وبتحاربهم وبتتحداهم في ابو زبد، في الرهد، في كل المناطق الميليشيا كان بتفتكر انها دي حواضنها، الان هي بتتعرض للابادة منهم، ابادة الميليشيا ذاتها. ده تقدم وتطور في مسألة قومية السودان. احنا بندعم الخط ده كلنا اعلاميا بعيدا عن اي عنصرية. احنا بنوجه برضو اخواننا الناشطين في كل المنصات، مسألة انه والله يا اخي فلان سلحوه، فلان جيشوه، جابوا فلان، ده شغل بتاع فتنة وانت بتخدم في خط الميليشيا. احنا بنتكلم عن قومية، بنثق في قيادتنا في المقام الاول، والمسألة دي معقدة واحنا ما نعقد عليهم زيادة. ما نطلع كل يوم احنا نصعب على الجيش الحركة. هسه الليلة دارين نعلن تحرير القصر الجمهوري، كده ادونا مقترحاتكم في اعلان القصر الجمهوري عشان اوريك الموضوع ده ملغم، الموضوع ده معقد، الموضوع ده فيه حسابات مخيفة. ده مش القصر الجمهوري ده له شهر القوات المسلحة فرضت سيطرتها عليه، ليه ما اعلن القصر؟ لانه حسي احنا لو دخلت القيادة، قيادة القوات المسلحة معاها كل القوات المشتركة دي، دخلت القصر الجمهوري، والله حيقول لك عينه اعلن انهاء الحرب من الخرطوم، رجع الخرطوم لنفسه ولأهله عشان ما حيحكم. طيب والكلام ده ما حيتقال من اعداء القوات المسلحة، ولا حيتقال الكلام ده من مناصرين او من قحط واعلام، ده حيتقال من البلابسة الاحرار. حيقول لك عين البرهان حسي خلاص عينه لو اعلن الانتصار من القصر الجمهوري، دخل القصر الجمهوري خلاص مشى حرر مكتبه تاني ما عنده شغل في دارفور. حيطلع لنا كلب البحر والنهر السايق الخط العنصري يقول لكم ما قلت لكم، وبيسمعوه الناس اللي في قلوبها مرض. احنا 50 مليون ما كلنا على قلب رجل واحد، كل يوم بنزيد وصفنا بيكبر ووعينا بيزيد، لكن لسه في ناس بيمارسوا في الحاجه دي. ديل معانا واقفين معانا، ديل اللي امبارح بيتهموا وبيخونوا في القياده، صفت فلان واستهدفت فلان، سالناهم صفوه ليه؟ يقول لك انتوا دروب السياسه دي ما بتعرفوا الحاصل فيها، وانتوا والله ما بتعرفوا التخطيط، وانتوا ما بتعرفوا. لا جاوبنا يصفوا فلان ليه؟ عشان شنو يعني؟ عشان فلان مشكل خطر كيف يعني؟ عشان فلان ده انت بتتهمه بانه هو معارض انتصارات الجيش، انت بتتهم فلان الشهيد، ما بتتهم القياده ولا البرهان. ده موضوع خطير جدا والناس تنتبه له. ديل قاعدين في نصنا حسي، طياره وقعت حادث استشهد فيه خيرة الشعب السوداني وكلكم اخيار باذن الله. بدل يواسوا الشهداء واسرهم بدوا في خطوط الفتنه. ديل حسي احنا نخش القصر الجمهوري طوالي هم ذاتهم عينوا له دخل القصر الجمهوري وابى يخش بابا نوسه لانه ما بتفرق معه. طيب نحلها كيف؟ لازم نعلن القصر الجمهوري ده. ادونا مقترحاتكم نعلن القصر الجمهوري كيف؟ قولوا لنا نعلن القصر الجمهوري كيف؟ لازم البرهان ده يجي مره في القصر الجمهوري. طيب القصر الجمهوري لو وصلوا البرهان مو ما رفع علم السودان،
هل حيكون الانتصار ده كامل؟ هل البريق بتاع القصر الجمهوري استعدناه بدون ما نرجع العلم السارية حقته؟ هل اللي احنا حيكون انتصار القصر الجمهوري وتحريره عنده رمزية؟ لو رفع العلم ده حيظهر زول يقول لك عين، رفع العلم هنا ما رفعه في الفاشر، رفع العلم هنا ما رفعه في بابنوسة، رفع العلم هنا ما رفعه في الضعين، رفع العلم هنا ما رفعه في نيالا. وديل هم من الأساسيين والثابتين والداعمين للقوات المسلحة. شايف الموضوع معقد كيف؟ طيب احنا نحل موضوع القصري ده كيف؟ احنا شغالين في تزامن يا اخواننا بين القصر الجمهوري وبين القيادة الجديدة حقتنا في الفاشر. الفرقة السادسة ده حتكون منطقة عسكرية تأمين السودان نفس التوازي. احنا شغالين حسي متحركات الصياد 1 و2 و3. 3 ده في الظل، ده والله انا ما اعرفه بيمشي كيف، لكن 1 و2 ده فيه الناس شايفينه ويقول لك متحرك الصياد، وهو قاعدين في الرهد ومتحرك الصياد في اللبيض. ده عملها كيف يعني؟ ما في صيادين 2 والله. وفي ثالث ده حتشوفه حسي قدامك انت في الجنينه، حتشوفه في نياله، حتشوفه في الفاجر. ولازم يصلوا المؤامره بتاعت فصل الدوله واعلان حكومه جديده في نياله وغيره، دي ما بتحسم الا بالواطه. الناس دي ماشيين الموضوع ده احنا ولا داسين ولا اسرار جيش، ماشيين وفي الطريق. احنا بديناها من جبيت اسمها رحله العوده الى دارفور. كل القوات اللي انسحبت من الفرق في الضعين في نياله في الجنينه راجعه باذن الله. راجعين دي مال المواطن بس، راجعين دي للقوات المسلحه لجودات، وراجعين دي لدارموت، وراجعين للفرقه 22، وراجعين للواء 18. راجعين ده الجيش ذاته، راجعين الجيش الما مرق برا السودان ولا نزح ولا لجأ ولا كان بين معسكر لمعسكر، من معسكر لمعسكر، من احراش، من دفاعات متقدمه. رفعوا الدفاعات المتقدمه من جبيت وصلوها الان في شرق دارفور. ده الراجعين، ده الجيش الراجع باذن الله، ومرجع معاه السودان ومرجع معاه الامان والاستقرار. احنا بنقول المساله معقده، دارين الناس تزيد وعيها. الحاجه دي بتزيد وعيك بثقتك في القياده. تصرف او اعلان انتصار منطقه ده ما اغلال ولا اضياع. شوف القصر الجمهوري ده حررته المشتركه، وحررته المهندسين، وحرروه من كرري، وحرروه اخوانكم المقرنجيه، والقياده العامه كانت محاصره. الكسر الطوقي ده ناس هيئه العمليات، العبروا، المجاهدين، البراؤون، الدفاع الشعبي. وقت ذاك القياده محاصره، ومن ضمن القوات دي المشتركه بتقاتل الان في الخرطوم، وهي فكت حصار القياده العامه وحررت القصر الجمهوري. وحتعلن لكم تحرير توتي. لما تطلع تقول الكلام ده انت بتسيء للمشتركه وبتقلل من مجهودهم، وبتديهم احساس انهم هم ما عارفين نفسهم بيعملوا في شنو، او انهم مخدوعين وفي زول خادعهم. زول بيقاتل بنفسه، بيقاتل بروحه، وامه واخته محاصره في الفاشر. هو عارف نفسه انه فك الحصار بتاع الفاشر بيبدا من الخرطوم، وفك الحصار بتاع الفاشر بيبدا من بحري. هو عارف بيعمل في شنو، هو عارف انه هو والله تصديه للقوات المارقه بجبل اوليا دي انها كل ما تقتل لك دعامي مارق من الجبل خففت الضغط عن دارفور وخففت الضغط عن حصار الفاشر. هو فاهم الكلام ده. الموضوع ده معقد. تاني انا بعيد للناس، احنا هنا محتاجين نوعى ونثق في قيادتنا المشتركه، قياده مشتركه فيها مناوي، فيها جبريل، فيها عبد الله جنة، فيها مصطفى تنبور، ديل بيقعدوا فيها مالك عقار. ما في حاجه اسمها مهمش، ما في حاجه اسمها ما بناخذ راي الزول، ما في حاجه اسمها والله سايقين لكم فلنقايات والكلام اللي بتروجوه الميليشيا وعواهرهم ديل. ده كلام بتاع عواهر سهل. زول ما عنده قيمه ذاته، كلها بتصب في الخط بتاع الانفصال والعنصريه. ودي احنا والله يا اخي معركه الكرامه دي واحده من اكبر مهام معركه الكرامه وانجازاتها، انها طفت نار العنصريه والتفرقه بين الشعب السوداني. ناس تكون واعيه وتصدى للمؤامرات دي والبيروجوا ليها. احنا ما عندنا زول في نص الانفصالي، ما عندنا زول بيتهزأ. احنا بتحصل لنا الاقدار والامتحانات والابتلاءات، ومرينا في امتحانات وابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى يعني سندنا ونزل السكينه في قلوبنا. احنا مرينا بانه احنا والله بتسقط مدينه وفرقه وبنقول تاني يوم جيشنا مارق حررها بنلقاها سقطت اخوتها. بنسمع انه واحدين من في الميدان اللي كانوا ممكن يكونوا مستهدفين، وبنسمع كلام من الجيش جوا.
يعني احنا الترويج ده ذاته من الناس كانوا متهزين جوا الجيش، بيقولوا لنا والله يا اخي محمد صديق استهدفوه، عثمان مكاوي استهدفوه، استهدفوا الجيش نفسه. كانت بتزرع حاجات بتفصل بيننا وبين القيادة، وما خلتنا نثق فيهم، ما خلتنا نثق حتى في الجيش بتاعنا. لكن سبحان الله الدماء الطاهرة دي، يعني الليلة محمد صديق بيقولوا اسمه في اسم المصفى، مصفاة الخرطوم، مصفاة السودان، بيقولوا مصفاة محمد صديق. الجيش مقدر مجهود محمد صديق، والشعب السوداني مقدر تضحيات محمد صديق. الحاجات دي بتزول بالايام، بتزول، بتوضح الصورة، بتتكشف. احنا ما نمشي في الخطوط دي، خطوط العنصرية وخطوط الجهوية، ما نفتح الباب ده. الموضوع ده معقد. موسى هلال مكون اساسي من دارفور، جبريل ابراهيم مكون اساسي من دارفور، مناوي مكون اساسي من دارفور. التصعيب بتاع الاعلان المناطق دي، احنا اللي قاعدين نصعب الخط للقياده. يعني ممكن حسي كان قبل اسبوع يعلنوا القصر الجمهوري، لكن في خط في الميديا ماشي، والله لو اعلن القصر الجمهوري معناها باع دارفور. والله لو رفع العلم في القصر الجمهوري معناها البرهان ما حيرفع العلم في الفاشر. طيب البرهان مضطر انه في الخطوط الاعلاميه وتقارير اللي بتترفع اذا كانت القياده والسيطره توصي بانه احنا والله ناجل اعلان القصر الجمهوري. ولو يعلن القصر الجمهوري، ما هو كباشي بيجي بيفتح مكتبه، ياسر عطا بيفتح مكتبه، عقار بيفتح مكتبه، مناوي بيفتح مكتبه، البرهان ذاته بيفتح مكتبه. لكن لانه والله المساله دي فيها تعقيد شويه، لو هنا قلنا كده والله البرهان معناه منحاز لناسه في الخرطوم، والبرهان ذاته ما من اولاد الخرطوم، ما من اولاد الخرطوم. كباشي ما من اولاد الخرطوم، ياسر عطا ما من اولاد الخرطوم. حكم القرايه، الكليه الحربيه المركزيه، حكم الوظيفه، لكن هو ما من الخرطوم ذاته. بيرجع فيها لاهله وبيرجع فيها لاهل السودان كله. الخرطوم دي فيها 14 مليون، ما حق الزول الا السودانيين، لكن الدعامه وعبد الرحيم عرف ابوه منه. احنا اللي بنصعب عليهم، احنا اللي بنأخر اعلان المناطق.